السلام عليكم دفعة تانية ثانوي. النهاردة إن شاء الله هنتكلم على شابتر 3 النيوكلير كيمستري، هي الكيمياء النووية. فعايزين نتكلم عليه كده نفهم الدنيا فيها ايه. فنبدأ نتكلم كده بسم الله. فأول حاجة خالص عندك إنه ممكن يجيب لك حاجة زي كده سيمبل عندك لأي حاجة أيا كان ايه الإيلمنت ده. فهنفترض إن هو مثلا اسمه اكس مثلا، ماشي. فلو احنا افترضنا إن هو اسمه اكس، فأدي اكس اهو، تمام. في عندك هنا A وهنا Z وهنا N. طيب ايه ال A وايه ال N وايه ال Z؟ قالك أول حاجة خالص ال A ده، ال A ده اسمه ماس نمبر أو بيتقال عليه نيوكلونز، ماشي. والنيوكلونز دي هي اللي احنا هنتكلم عليها في النيوكلير، عشان كده يبقى عارف إن اسمها نيوكلونز. فالماس نمبر هو النيوكلونز. طب اللي هو عبارة عن ايه؟ عبارة عن البروتونز والنيوترونز مع بعض. جميل. يبقى ده كده البروتونز والنيوترونز، ده اللي هو ايه؟ اللي هو الماس نمبر أو النيوكلونز اللي هو بيتعمل له برمز A. طيب امال ايه الزد ده؟ الزد ده قالك هو الاتوميك نمبر اللي هو اصلا النمبر اوف بروتونز. جميل. يبقى احنا كده عرفنا ان الماس نمبر او اسمه نيوكلونز ده بيترمز له بالرمز A، وهو عبارة عن بروتونز ونيوترونز. وعندك زد ده عبارة عن اتوميك نمبر واللي هو بالنسبة لك هو النمبر اوف بروتونز. جميل. طب ايه ال N ده؟ ال N ده النمبر اوف نيوترونز. طيب النمبر اوف نيوترونز دي جايبه، خد بالك في فرق بين نيوترونز ونيوكلونز. النيوكلونز ده هو الماس نمبر اصلا، هو البروتونز والنيوترونز مع بعض. اما نيوترونز بس فده انت تعرف تجيبه ازاي؟ من الماس نمبر ماينس الاتوميك نمبر. مش احنا اتفقنا الماس نمبر ده بروتونز ونيوترونز، واتفقنا الاتوميك نمبر ده الاتوميك نمبر ده بيبقى بروتونز بس. فلو عملت الاي ماينس زد يطلع معاك ايه؟ نمبر اوف نيوترونز. يبقى احنا عرفنا كده ان احنا عندنا اي سيمبل هيجي لك زي شكل كده. عندك اللي فوق على الشمال ده بيكون الماس نمبر او النيوكلونز، وعندك اللي تحت على الشمال بيكون اسمه الاتوميك نمبر اللي هو نمبر اوف بروتونز. جميل. والناحية التانية غالبا ما بكتبها لكش، بس انت تبقى عارف تجيبها ازاي يعني. فالنمبر اوف نيوترونز دي بتبقى الاي ماينس الزد. جميل كده. طيب بعد كده نبدأ نتكلم عن حاجة اسمها ايزوتوبس. طب يعني ايه ايزوتوبس؟ اللي هي بالعربي اسمها نظائر، اوكي. اللي هي يعني ايه يعني؟ قالك بص، هم بيبقوا نفس الاليمنت، ماشي، ونفس الاليمنت، فهم معنى كده انهم متفقين في الاتوميك نمبر. لان لو الاتوميك نمبر اتغير معنى كده الاليمنت اتغير، فبيقولك لا، هم الايزوتوبس دي بيبقوا كلهم نفس الاليمنت. فبالتالي هم نفس الاتوميك نمبر. امال يا مستر بيختلفوا في ايه؟ قالك يختلفوا في الايه؟ في الماس نمبر. طيب مش احنا لسه كنا بنتكلم اصلا ان الماس نمبر ده بالنسبه لنا هو البروتونز والنيوترونز؟ اه. ولسه بقول لك ان الايزوتوبس دي بيبقوا شبه بعض في الاتوميك نمبر. اه، مع كده شبه بعض في ايه؟ في النمبر اوف بروتونز. فمعنى كده ان الاختلاف هنا ايه؟ الاختلاف هنا في النيوترونز. جميل. فالاختلاف هنا في النيوترونز ده يخلي ان الماس نمبر هو كمان يتغير. يبقى كده احنا فهمنا الايزوتوبس دول بيكون ليهم نفس الاتوميك نمبر، بس بيتغير ايه؟ الماس نمبر، عشان النمبر اوف نيوترونز بيتغير. طب جميل. عايز اعرف ايه عن الايزوتوبس دي؟ هقول لك الكيميكال بروبرتيز بتاعتها زي بعضها. مع كده انت لو عندك نفس الاليمنت، الايزوتوبس بتاعتك كلهم نفس الكيميكال بروبرتيز مش بيتغيروا. جميل. لان اصلا الكيميكال بروبرتيز ليها علاقه بالاتوميك نمبر او بالفالنس الكترونز بقى. جميل. فانت عندك الاثنين واحد، لان الاتوميك نمبر للايزوتوبس كلها ما بيتغيرش زي ما اتفقنا. طب حلو قوي. نتكلم بقى على الفيزيكال بروبرتيز. الفيزيكال بروبرتيز ده يتغير بقى. يبقى معنى كده ان الايزوتوبس دول شبه بعض في كل حاجه، ما عدا ايه؟ ما عدا الفيزيكال بروبرتيز، ماشي، والماس نمبر، لان اصلا الماس نمبر هو اللي غير الفيزيكال بروبرتيز بتاعته. جميل. يبقى احنا كده عرفنا الايزوتوبس دي بيبقوا شبه بعض في الكيميكال بروبرتيز، وهم شبه بعض في ايه؟ في الاتوميك نمبر، لكن بيختلفوا الماس نمبر بتاعهم، فبالتالي الفيزيكال بروبرتيز بتاعتهم بيتغيروا. طيب زي ايه؟ قال لك مثلا في عندك الهيدروجين ليه ايزوتوبس، ماشي. في عندك H11 وعندك H21 وعندك H31. محتاج اعرف الايزوتوب نيم واعرف النيوكليس نيم اللي هو الاسم بتاع النواه نفسها. فنتكلم على ايزوتوبس مثلا، فلو هو H11 فده اسمه بروتيوم. طيب لو H21 اسمه ديوتيريوم. طيب لو H31 اسمه تريتيوم. ماشي. يبقى انت عندك بروتيوم وعندك ديوتيريوم وعندك تريتيوم. بروتيوم ده 11، ديوتيريوم ده 21، وتريتيوم ده 31. جميل. طب النيوكليس نيم بقى هو نفس الاسم، بس لما بنقول تيوم في الاخر هنقول تون في الاخر، بمعنى بدل ما اقول بروتيوم هقول لك بروتون. وده مشهور، احنا سمعنا الاسم ده كتير. طيب في التاني واحد هقول لك بدل ما اقول لك ديوتيريوم هقول لك ديوترون. طيب في تالت واحد بدل ما اقول لك تريتيوم هقول لك تريتيوم. ماشي. فبدل تريتيوم تريتيوم. فهو الفرق كلها ايه؟ بتشيل التريتيوم دي وفي الاخر بتخليها اون. تمام. طيب عايز اعرف ايه؟ عايز اعرف الزد والاي والان. فمثلا نبص هنا هتلاقي الاي هنا ب1. جميل. طب والزد ب1، معنى كده ان الان بكام؟
ما لان دي يا مستر حضرتك قلت لي هي الاي ماينس زد، معنى كده ان هي 1 ماينس 1 ايكوال 0. ايه ده يا مستر، ده ما عندوش نيوترونز؟ وده الوحيد عندك اللي ما عندوش نيوترونز. جميل. فده هتلاقيه بيتكلم عليه كتير. تمام. بقى البروتون ده هو اللي عندك ايه، ملوش نيوترونز. طيب خش على اللي بعده، خش على الديوتيريوم. الديوتيريوم عندك 2 1، معنى كده ان الماس نمبر ايكوال 2 والاتوميك نمبر ايكوال 1، معنى كده النيوترونز ايكوال 2 ماينس 1 ايكوال 1. طيب خش على تاني واحد معانا التريتيوم. التريتيوم 3 1، معنى كده ان الاتوميك نمبر ب 1 والماس نمبر ب 3، معنى كده النيوترونز تبقى 3 ماينس 1 ايكوال 2. ممكن يسألك ويقول لك في انهي ايزوتوب للهيدروجين مفيش نيوترونز؟ فالبروتيوم. طب في انهي ايزوتوب للهيدروجين بيكون عندك الماس نمبر ايكوال النيوترونز نمبر، سوري الاتوميك نمبر ايكوال النيوترونز نمبر؟ فعندك في الديوتيريوم عشان ده هنا 1 وده 1. طيب في انهي واحد تلاقي عندك ان النيوترونز بتبقى ضعف الاتوميك نمبر؟ فيبقى في التريتيوم عشان النيوترونز 2 وهنا الاتوميك نمبر ب 1. طيب عندك مثال تاني، الايزوتوبس بتاعت الاكسجين. هتلاقي الاكسجين عنده 16 8 و 17 8 و 18 8. طيب البروتونز اللي هي الزد اللي هي الاتوميك نمبر فيهم كلهم 8. احنا اتفقنا على الايزوتوبس كده كده ما بتتغيرش. طب النيوكلونز دي اللي هي الماس نمبر اللي هي الاي، هنا 16 هنا 17 هنا 18. طيب عايز اجيب النيوترونز يبقى عندك الاي ماينس الزد، يعني اقول هنا 16 ماينس 8 ايكوال 8، هنا 17 ماينس 8 ايكوال 9، هنا 18 ماينس 8 ايكوال 10. جميل. يبقى احنا كده عرفنا الايزوتوبس بتاعت الهيدروجين والايزوتوبس بتاعت الاكسجين. طيب بعد كده نبدا نتكلم على الكلاسيفيكيشن بتاع الايزوتوبس. يعني عندنا كام نوع من الايزوتوبس؟ قال لك في نوعين. في حاجه اسمها ستيبل ايزوتوب، دي ما بتعملش اميت راديشن. يعني ايه ما بتعملش اميت راديشن؟ يعني ما بتخرجش اشعاعات طبيعيه. زي مين؟ زي اكسجين 16 وصوديوم 23. تمام. طيب في عندك راديو اكتيف ايزوتوبس. يعني راديو اكتيف ايزوتوبس معنى كان ان هي هتطلع راديشن. طب ايه الراديشنز اللي عندك؟ عندك الفا وعندك بيتا وعندك جاما. تمام. طيب معنى كان ان النيوكلاي دول ما بيكونش انستيبل، يعني النواه دي ما بتكونش انستيبل زي اليورانيوم وزي الراديوم. تمام. طيب يقول لك ايه؟ طب انا عايز اعرف الفرق بين الالفا والبيتا والجاما. هنعرفها اكتر المره الجايه في الدرس اللي جاي، بس عموما يعني فانت عندك هنا هقول لك مقارنه بسيطه كده بينهم وبين بعضهم. فعندك طبعا خلاص السيمبل بتاع كل واحده فيهم، ده الالفا وده البيتا ودي الجاما. طيب عايز اعرف النيتشر بتاعها، يعني طبيعتها شبه ايه. فقال لك هنا الالفا دي شبه الهيليوم نيوكلاس، هيليوم نيوكليس. هيليوم نيوكليس معناها ايه؟ يعني اتش اي 42. جميل. بس خد بالك انا قلت لك نيوكليس ما قلتلكش اتوم. مستر ايه الفرق؟ نيوكليس يعني عايز جزء البوزيتيف اللي جوه. ماشي. لو النيوكليس فيها ايه؟ فيها جزء بوزيتيف وفيها جزء نيوترال، اللي هو فيها النيوترونز وفيها البروتونز. فانا ماليش دعوه بالالكترونز اللي بره، عشان ما تقوليش ده كده معناه ان هي كلها على بعضها نيوترال. انا ماليش دعوه بالكلام ده، انا بتكلم عن النيوكليس بس. تمام. فهنا هي بوزيتيف 2. بوزيتيف 2 جت منين؟ من البروتونز. ماشي. فهنا ده هي بوزيتيف 2، فبالتالي بما ان هي بوزيتيف فهتتاثر بالمagnetic فيلد وبالالكتريك فيلد. تمام. طيب نيجي على البيتا راديشن. البيتا راديشن عباره عن ايه؟ عباره عن هاي سبيد الكترون. بين هو الكترون فاقول ان هو بيبقى عندك 0 نيجاتيف 1، يبقى هو نيجاتيف 1 يبقى معنى كده ان هو ليه تشارج، التشارج بتاعته نيجاتيف 1. طب حلو، معنى كده هو هيتاثر بالمagnetic فيلد وبالالكتريك فيلد لان هو عنده تشارج. طب عنده تشارج يبقى كده هيتاثر. طب جميل. تعالى على الجاما بقى. جاما ري هي عباره عن هاي انرجي فوتون، هو عباره عن طاقه بس. تمام. طيب هو نيوترال، هو زيرو ملوش تشارج، فبالتالي هو مش هيحصل له افكتد بالمagnetic فيلد ولا بالالكتريك فيلد. طب تعالى كده نبص على لو احنا جينا نطلع الايميشنز الايميتس دي كلها نشوف ايه اللي هيحصل. طيب قال لك عندك الالفا هتلاقي راحت ناحيه ايه؟ ناحيه النيجاتيف. طب ليه؟ عشان هي بوزيتيف فتروح ناحيه البول المختلف عنها فتروح ناحيه النيجاتيف. طيب هنا عندك البيتا هي نيجاتيف فراح ناحيه البوزيتيف. جميل. والجاما دي ملهاش دعوه بحاجه، دي في حالها خالص فمشيت زي ما هي ما حصلهاش اي حاجه. طيب يقول لك ايه؟ يقول لك هتلاقي ان الديفليكشن بتاع البيتا اكتر بكتير من الديفليكشن بتاع الالفا. طب ليه؟ قال لك اصل بيتا دي شبه الالكترون فالماس بتاعها نيجليجيبل، هي شبه مش موجوده. ليها ماس، ليها ماس بس صغيره جدا، فانت بتسحب حاجه صغيره قوي فهتسحبها ناحيتك بسهوله، فعشان كده هتلاقيها مسحوبه جامد. طب الالفا دي نيوكليس، فبما ان هي نيوكليس فهتلاقي الماس بتاعتها كبيره شويه، يعني مقارنه بالماس بتاعت الالكترون فهي كبيره شويه، فعشان كده الديفليكشن بتاعها بيكون صغير، يعني ما بتحصلهاش ان هي تنجذب جامد، الانجذاب بتاعها بيكون بسيط. تمام. طيب
بعد كده نبدا نتكلم بقى على الجزء التاني في الدرس ده، واللي هو الماس انرجي كونفرجن. يعني اعرف ازاي بقى ايه علاقه الماس اصلا بالانرجي. قال لك في عالم كده اسمه اينشتاين طلع لنا equations نعرف نجيب منها العلاقه بين الماس والانرجي. ازاي؟ اشهر حاجه خالص الاي بيكوال ام سي سكوير. طب ايه الاي وايه الام وايه السي، ايه اللي دي فيه ايه؟ قال لك اول حاجه الاي دي الانرجي لما تكون بالجول. طب الام ده ماس بالكيلوجرام. طب السي دي الفيلوسيتي بتاعت اللايت في الفاكيوم اللي هي ايكوال 3 تايمز 10 باور 8. تمام. طب وده حاجه طبعا محفوظه، ماشي. فدي حاجه محفوظه، مش يعني انت كده كده المفروض تكون حافظها، يعني بسيطه مفيهاش حاجه. طب حلو قوي. قال لك خلاص، هو ما اكتفاش بده بس، راح عامل لك قانون تاني. قال لك الاي ايكوال ام تايمز 938 931 سوري. طب ايه 931 ده؟ ايه ده يعني؟ ايه في ايه يعني؟ مين دول في ايه؟ ما احنا لسه واخدين قانون، هو ايه علاقه ده بده؟ قال لك الفرق بس هيبقى في اليونتس، بمعنى هنا الانرجي هتكون بحاجه جديده علينا اسمها مليون الكترون فولت، واختصارها بنقول ام اي في. طب الماس هنا بحاجه احنا خدناها الترم الاول بس ما كناش بنركز قوي في الحته دي، اسمها اتوميك ماس يونتس، او اللي هو اي ام يو، او اختصارا بنقولها يو. دي كانت موجوده فين؟ دي كنت هتلاقيها في الماس نمبر لما كان يجي يديها لك، يعني مثلا يقول لك الاكسجين ب 16 والهيدروجين ب 1 والكلام الجميل ده كله. فده كده كان هو كان يقول لك اصلا 16 يو و1 يو وهكذا. بس طبعا ايه، ما كناش بنركز فيها قوي يعني. فدي هي ليها علاقه بايه؟ فدي هي اليو اللي هي اتوميك ماس يونتس. طب جميل، احنا كده فهمنا الدنيا ماشيه ازاي تقريبا يعني. طب ما نشوف كده. قال لك بس قبل ما تشوف بقى، خد المخطط ده، المخطط ده هيريحك من الليله دي كلها، لان الاسئله كلها هتبقى تحويلات. هيقول لك حول من ده لده وهات من ده لده والليله الجميله دي كلها. فبص يا سيدي، عندك الانرجي بالجول، ماشي، وانت عايز توصل تخلي الانرجي بالملي اكرون فولت، تعملها ديفايدد باي 1.6 تايمز 10 باور نيجاتيف 13. تمام. طيب ده كده عشان تحول من الجول للملي اكرون فولت. فبالتالي لو انت عايز تحول من ملي اكرون فولت للجول، بدل ما اعمل ده ديفايدد باي هخليها خلاص، يبقى اعملها تايمز الرقم، نفس الرقم هو بس ما هي ديفايد خليها تايمز. تمام. يبقى انت عندك من الجول للملي اكتف فولت هتقسمها. طب من الملي اكتف فولت للجول هتضرب في الرقم ده، ماشي. طيب اوكي. تعالى الماس لو بالكيلو جرام، وانت عايز توصل للانرجي، مش الاي ايكوال ام سي سكوير؟ خلاص دي الام اهي، يبقى هتضربها في السي سكوير. السي اصلا هي كام؟ 3 تايمز 10 باور 8. تاخد كل ده تعملها تايمز 2، سوري كل ده باور 2. جميل. فدي كده لو انت عايز تروح من الماس للانرجي. والعكس صحيح، ممكن تقسم ده على نفس الرقم اللي هو سي سكوير، فيطلع معاك من الانرجي للماس بالكيلو جرام. طيب نروح الناحيه التانية، نفس الكلام، عندك الماس بالاي ام يو والانرجي بالملي الكترون فولت. فالاي كانت ايكوال ام تايمز 931. فبالتالي لو انت خدت الماس وضربتها في 931 تطلع معاك الانرجي بالملي الكترون فولت، ولو انت قسمتها على نفس الرقم يطلع معاك الماس. فكده الدنيا جميله. طيب فاضل لك ايه بقى؟ فاضل لك ان انت تحول الماس بقى من الماس من شكل لشكل. طيب عندك الماس بالجرام، لو انت عايز تحولها للكيلو جرام. لو انت عايز تحولها من الماس بالجرام للماس بالكيلو جرام، فمين فيهم الاكبر؟ الاكبر هو الكيلو جرام. يبقى انت لما تيجي تحول هتعمل تايمز 10 باور نيجاتيف 3، لازم يكون هنا باور نيجاتيف، ماشي. طب لو انت عايز تخليها العكس، عايز تخليها من الماس بالكيلو جرام للماس بالجرام، يبقى عندك 10 باور 3. طيب عايزين بقى نشوف لو الماس بالجرام او بالكيلو جرام وعايزين نحول الاي ام يو نعمل ايه؟ قال لك بص، مش الاي ام يو دي قلنا خدناها الترم الاول وليها علاقه بالماس نمبر والمولز والكلام الجميل ده. قال لك خلاص، يبقى انت عشان تحول من ماس جرام، من ماس بالجرام للماس بالاي ام يو، تعملها تايمز افوكادروز نمبر. طب حلو قوي. طب لو انا عايز اعمل العكس، لو انت عايز تخلي الماس من الاي ام يو تحولها للجرام، يبقى انت تعمل ديفايدد باي افوكادروز نمبر. طب حلو قوي الكلام ده. طب الناحيه التانية، لو انت عندك الماس بالكيلو جرام وعايز تحولها اي ام يو، مش الفرق بين الكيلو جرام والجرام 10 باور 3؟ خلاص، يبقى انت تعمل افجادوس نمبر، بس بدل ما هو هتخليه 10 باور 23 هتخليها 10 باور 26. بس كده. ونفس الكلام انت عايز تقسم عشان توصل من الاي ام يو للكيلو جرام هتقسم. جميل. فالمخطط الصغير اللي قدامك ده يخليك تحل اي سؤال في الجزء ده. جميل. طيب ما تعال نجرب. فيقول لك مثلا ايه؟ لو انت عندك energy from conversion of 0.2 gram of substance X into energy in كيلو جول، يعني هو مديك ايه؟ مديك ماس وعايز يحولها لانرجي بالكيلو جول. طيب خلينا بالانرجي بالجول،
عادي، وهنوصل في الاخر للكيلو جول. الموضوع سهل مش صعب. طيب اعمل ايه؟ اول حاجه خالص، انت عندك هنا الماس بالجرام، فانت ما ينفعش تخليها جرام، لازم تحولها للكيلو جرام. فاول حاجه ان انا احولها للكيلو جرام، يعني اخد 0.2 اضربها في 10 باور نيجاتيف 3. جميل، تطلع معاك 2 تايمز 10 باور نيجاتيف 4 كيلو جرام. طب حلو، انا كده خليت الماس بالكيلو جرام. اعمل ايه تاني؟ احنا عندك القانون كان بيقول لك الاي ايكوال ام سي سكوير، والام بقت معاك اهي، يبقى تضربها في سي سكوير. يبقى تاخد الام تضربها في سي سكوير، يطلع معاك الرقم 1.8 تايمز 10 باور 13 جول. طب انت مش عايزها بالجول، انت عايزها بالكيلو جول. يبقى تاخد مش الفرق بين الجول والكيلو جول نفس فكرة الفرق بين الجرام والكيلو جرام، يبقى تاخد ده تضربه تايمز تايمز 10 باور نيجاتيف 3، فيطلع معاك 1.8 تايمز 10 باور 10 كيلو جول. وده كان أول فكرة معانا. طيب تعال نشوف سؤال تاني. قال لك energy from conversion of 5 جرام of substance into energy، وسابها لك مفتوحة، يبقى دي كده غالبا يكون يجي لك اي سي مثلا، حاجة زي كده، ويقول لك عايزها مرة بالجول ومرة مرة بالام اي في. فخلاص تعال نجرب. أول حاجة خالص نخليها بالجول. الجول يبقى أول حاجة خالص أنا عشان عايز أحولها هي بالجرام، خليها كيلو جرام، يبقى أعملها تايمز 10 باور نيجاتيف 3، أو ممكن أعملها ديفايدد باي 10 باور 3، هي على فكرة 2 واحد. جميل. طيب وصلنا ان هي في الاخر تبقى 5 تايمز 10 باور نيجاتيف 3. طب حلو قوي الكلام ده كده بالكيلو جرام. طيب خلاص، اخد بقى الكيلو جرام، الماس بالكيلو جرام، واروح ضاربها في السي سكوير، فيطلع معاك الرقم ده كده بالجول. طيب لو انا عايز اجيبها ب 200 فولت، والله يا مستر بخاطر انت لسه موريه لنا، فانا ممكن اخد الانرجي بالجول دي واقسمها على 1.6 تايمز 10 باور نيجاتيف 13، فده اللي احنا هنعمله، فيطلع معاك رقم ب 200 فولت. طب هل هي دي الطريقه بس؟ لا، في طريقه تانية. انت تاخد الماس بالجرام دي وتحولها لاي ام يو، وتاخد الماس بالاي ام يو تضربها في 931، فدي صح ودي صح، يعني هي ليها اكتر من طريقه عادي. جميل، فدي صح ودي صح. طيب في عندك سؤال زي ده عايزك تفكر فيه، هو مفيهوش اي حاجه خالص، هو هنا عايز الانرجي بالجول من conversion اللي عندك 25% of radioactive substance of mass 1.4 جرام. الفكره كلها في ايه؟ الفكره كلها ان انت مش هتشتغل بالماس ده، الماس ده ال 100%، انت مش عايز 100%. قال لك اللي يتحول منه 25% بس، فانت تاخد الرقم ده تعمله تايمز 25% عشان تطلع معاك الماس نفسها اللي تشتغل عليها. جميل، بس هي دي النقطه بتاعتها بس مش اكتر، فجرب فيها كده. طيب بعد كده ندخل في اخر جزء في حصتنا، وهو اخر القوانين بقى خالص. عندك هنا ايه؟ حاجه اسمها ماس ديفكت. ايه الماس ديفكت دي؟ بيقول لك دي equal theoretical mass minus الاكتشوال ماس. طب ايه اصلا theoretical mass والاكتشوال ماس يعني؟ احنا فاهمين ان دي كتله نظريه ودي كتله فعليه، بس يعني ايه اصلا؟ قال لك بص يا سيدي، مثال بسيط عشان تبقى فاهم الدنيا ماشيه ازاي. لو انت رايح تشتري مثلا كيس سكر، كيس ملح، ايا كان كيس اي حاجه من تحت، ممكن تلاقي قدام كده مكتوب لك مثلا الكيس ده مثلا وليكن سكر او ملح مثلا، يقول لك الكيس ده 1 كيلو. جميل، تبص كده، تقعد تقلب كده في الكيس يمين وشمال، تلاقي طلع مكتوب لك ايه؟ ان الوزن الصافي مثلا 900 جرام. فالوزن الصافي ده هو الاكتشوال ماس، والوزن اللي مكتوب قدام اللي هو الكيلو ده الثيوريتيكال ماس. جميل. طب هو يعني ماس ديفكت ده اللي هي النقص في الكتله، ماشي؟ فهو هتبقى الثيوريتيكال اللي هو الاسم الرقم المكتوب في اول الكيس، ماينس الاكتشوال ماس اللي هو الكتله الوزن الصافي مثلا. اوكي، هي بنفس المنطق بالظبط. غالبا هيكون مديك الاكتشوال ماس، ممكن يلعب حته تانية، بس خلينا نقول بس الجزء الطبيعي الاول، ان الثيوريتيكال ماس الاكتشوال ماس غالبا بيكون مديها لك. ما تسالك على ايه؟ على الثيوريتيكال ماس. طب الثيوريتيكال ماس دي انا اعرفها ازاي؟ هي ايكوال الزد تايمز بروتون ماس بلس النيوترونز تايمز النيوترون ماس. طب مستر، الزد والان اعرف اجيبهم من السيمبل، طب البروتون ماس والنيوترون ماس؟ قال لك دي حاجات بتبقى ثوابت، انت مالكش دعوه، مش هتبقى حافظها، هي ثوابت بتبقى موجوده معاك في المساله. طيب بالمره عشان نخلص بقى من كل القوانين مره واحده ونحل، فعندك في حاجه اسمها بيندنج انرجي. ايه البيندنج انرجي دي؟ دي ايكوال الماس ديفكت تايمز 931. ايه ده يا مستر؟ شبه القانون اللي احنا واخدينه من شويه، بس فانت قلت لي بدل ما قلت اي قلت بي اي، وبدل ما قلت ماس هنا بس قلت ماس ديفكت، فهي الفكره فعلا في كده. ده البي اي هتكون بالنسبه لك الماس ديفكت اللي احنا قلنا هنجيبها ازاي، تايمز 931، والرقم اللي يطلع لازم يكون بالمليون الكترون فولت. جميل جميل. اخر قانون خالص معانا بقى هنا البي اوفر اي، او يقول لك impending energy for nucleons. طيب اللي هي ايكوال ايه؟ والله من شكلها باين يعني، هي بي اي هي bending energy اوفر النيوكلونز دي هي الماس نمبر، ماشي، اللي هي الاي. فبس هي الدنيا ماشيه كده، الموضوع بسيط مش صعب يعني.
يعني النيوكلير كيكه الاسئله بتاعتها لطيفه، ما بتكونش حاجه صعبه. طيب تعالى كده بقى نشوف مثال كده، نشوف هنعمل فيه ايه. قال لك ايه؟ الهيليوم 42 والبروتون ماس ايكوال الرقم ده، والنيوترون ماس ايكوال الرقم ده، والاكتشوال ماس ايكوال الرقم ده. عايز ايه يا عم؟ عايز البي اي، وعايز البي اي اوفر ايه. طيب نعمل ايه؟ قال لك اول حاجه خالص تجيب الثيوريتيكال ماس. الثيوريتيكال ماس قلنا هي الزد تايمز البروتون ماس بلس ال n تايمز النيوترون ماس. فعندك هنا الزد ايكوال 2، يبقى تقول 2 تايمز البروتون ماس اللي هو بيديها لك اهي، بلس عشان اجيب النيوترونز هعمل ال A ماينس ال Z. A ماينس Z يعني 4 ماينس 2 equal 2. ماشي، يبقى اقول 2 تايمز النيوترون ماس اللي هي بالرقم ده، طلع معاك 4.032. طيب طبعا يو. طب كده معاك كده جبت الثيوريتيكال ماس، وهو مديك اصلا الاكتشوال ماس. تمام. طيب فاجيب الماس ديفكت. الماس ديفكت هي ايه؟ عباره عن الثيوريتيكال ماس ماينس الاكتشوال ماس، يعني الماس اللي انت لسه جايبها ماينس الاكتشوال ماس اللي هو مديها لك، طلع معاك الرقم ده. كده اعرف اجيب البي اي خلاص. البي اصلا عباره عن ايه؟ عباره عن الماس ديفكت تايمز 931. يبقى البندنج انرجي هي ايكوال الماس ديفكت تايمز 931 ايكوال 28.396 مليون نيوتن فولت. طيب ناقص اجيب البي اي اوفر ايه؟ من قانونها هي عباره عن البندنج انرجي اوفر الاتوميك اوفر الماس نمبر او النيوكلونز نمبر اللي هنا هتبقى ايكوال 4. يعني اخد الرقم ده اعمله ديفايدد باي 4. جميل. طيب طلع معاك كام؟ 7.1 ملي نيوتن فولت. فدي الفكرة بتاعتها، هي عبارة عن خطوات انت بتمشي فيها، خلاص الموضوع تمام. طيب ناخد مثال كمان. قال لك عندك ايه؟ نيوكليس والاي بتاعتها ايكوال 6 والزد ايكوال 3. مديك البروتون ماس والنيوترون ماس والاكتشوال ماس، وعايز البي اي ان جولز. طيب تعالى نعمل. اول حاجة خالص اجيب الثيوريتيكال ماس. الثيوريتيكال ماس قلنا هو ايكوال الزد تايمز البروتون ماس بلس الان تايمز النيوترون ماس. فهيطلع معانا 3 تايمز البروتون ماس اهو، بلس ال 3 نيوترونز. قال لك كمان هي ال A عندك هنا ب 6 والزد ب 3، يبقى ال A ماينس الزد 6 ماينس 3 ايكوال 3. فبالتالي اقول النيوترون ماس في 3، يبقى عندك النيوترون ماس اهو في 3، طلع معاك 6.048 يو. ده theoretical ماس. هو مديك الاكتشوال ماس. خلاص بقول ان الماس ديفكت هي عباره عن الثيوريتيكال اللي لسه جايبها ماينس الاكتشوال اللي هو مديها لنا اساسا، طلع معاك الرقم ده الماس ديفكت. تعمله تايمز 931، طلع معاك البنتنج انرجي، بس طلع معاك ايه؟ بالملي الكترون فولت. طب هو عايزها بالايه؟ بالجولز. خلاص بسيطه، اخد الرقم اللي لسه جايبه ده واعمله تايمز 1.6 تايمز 10 باور نيجاتيف 13، طلع معاك الرقم اهو في الاخر وبس كده. طيب ناخد فكرة كمان. قال لك unknown element البندنج انرجي بتاعته بالرقم ده، والبندنج انرجي بير نيوكلونز بالرقم ده مديك البي اي ومديك البي اي اوفر ايه. ماشي، مديك الماس اوف نيوترونز كلهم على بعضهم، والنيوترون ماس بالرقم ده. ايه يا عم انت عايز ايه بقى؟ واتس ذا اتوميك نمبر فيت. هو عايز اتوميك نمبر. طيب نعمل ايه؟ اول حاجه خالص الماس نمبر عندك اعرف اجيبه ازاي؟ طيب يا مستر انت عارف ان البندنج انرجي دي بير نيوكلون هي عباره اصلا عن البندنج انرجي اوفر اوفر الماس نمبر، وعندك هنا البندنج انرجي نفسها اهي. فخلاص انا عارف اجيب كده الماس نمبر ان انا اقول البندنج انرجي اوفر البندنج انرجي بير نيوكلونز عشان اطلع اجيب الاي. لو انت عملتها مثلث تفهم الدنيا ماشيه ازاي. خلاص قسمتهم على بعض طلع معايا 4، يبقى عرفت كده الماس نمبر ايكوال 4. طب حلو، اعمل ايه تاني؟ قال لك تاني حاجه تعرف تجيب النمبر اوف نيوترونز. ليه؟ ما النمبر اوف نيوترونز هي عباره عن الماس بتاعت النيوترونز اوفر النيوترون ماس. طيب فقسمت ده على ده طلع معاك 2. طب ما انت كده معاك الايه ومعاك الان، ما تعرفش تجيب الزد؟ بنفس المنطق مش احنا كنا بنقول اصلا الان ايكوال الاي ماينس الزد؟ طب انا هنا عايز الزد، يبقى هودي الايه الناحيه التانيه، يبقى اقدر اقول كده ان الاتوميك نمبر اللي هو الزد ايكوال الاي ماينس الان، يعني 4 ماينس 2 ايكوال 2. بس فدي كده كانت الافكار اللي موجوده عندك في ايه؟ في الجزء ده. طيب تعال نحل بقى اسئله في العموم. بيقول لك هنا ايه؟ how many nucleons are in krypton nucleus. مديك ادي الكريبتون اهو، مديك الماس نمبر ومديك الاتوميك نمبر. طب انت عايز ايه اصلا؟ هو اصلا عايز الماس نمبر، ما هو قال لك نيوكلونز، ما احنا اتفقنا ان النيوكلونز دي هي الماس نمبر، فبالتالي هو هنا عايز الماس نمبر، يبقى هنقول هنا 84. طيب بيقول لك chlorine 37 isotope differ from the chlorine 35 isotope is containing نقط. يعني ايه الاختلاف بينهم؟ طالما ايزوتوب ده 37 وده 35، الاختلاف في ايه؟
فالاختلاف في نيوترونز، يبقى معنى كده ان هو في ده في 2 نيوترونز زياده عن ده، يبقى 2 extra نيوترونز. طب اللي بعدها which of the following contains no neutrons؟ مين ما عندوش نيوترونز خالص؟ اتفقنا ده البروتيوم. طيب charged radiations are not، مين عندهم شحنة؟ فاحنا لما جينا اتكلمنا قلنا عندنا الفا بيتا جاما، الفا كانت بوزيتيف، بيتا كانت نيجاتيف، لكن جاما كانت نيوترال. فمن هو بيقول charged يبقى معنى كده بيتكلم عن الفا والبيتا. طيب بص بقى بقى the mass of bond nucleons is called not، يعني النيوكلينز اللي مرتبطة ببعضها دي اسمها ايه؟ مرتبطة ببعضها، يبقى دي كده الاكتشوال، دي اوريدي مرتبطين ببعض. لكن لو كان قال لك فري نيوكلينز يبقى ده كده بيتكلم على الثيوريتيكال. ماشي، يبقى لو قال لك بوند نيوكلينز يبقى ده بيتكلم على الاكتشوال، قال لك الفري نيوكلينز يبقى ده بيتكلم على الثيوريتيكال. بس كده وكده خلصنا اول درس في النيوكلير كيمستري. ان شاء الله يكون درس بسيط عليكم واللي جاي اسهل بكتير، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. السلام.